شركة أوبر أول ما نزلت مصر كانت أساسا بتستحوذ على السوق المصري لوحدها، كانت محتكرة السوق كله. بعد كده هو تلاقينا شركة كريم نزلت السوق المصري وابتدى فعلا اللي هو يبقى فيه منافسة حقيقية، والمنافسة ديت طبعا كانت في صالح الكباتن وفي صالح العملاء. تمام. بعد كده هو يا جماعة لقينا اللي فيه شركات زي شركة دبسي كان بقيادة الأستاذ أو كان رئيس مجلس الإدارة بتاعتها، وقال لك هننزل بيها، كان أستاذ طه الحكيم نزل بيها بعد كده هوت، وقال لك اللي احنا هنشتغل، وعمل حملة دعائية كبيرة جدا في كل أنحاء مصر. والحملة الدعائية دي احنا حسب ما سمعنا اللي هي اتكلفت ملايين الجنيهات المصرية، لكن بكل أسف بعد كده هوت ما كملش لأسباب احنا ما نعرفهاش، وزي ما ظهرت شركة دبسي فجأة اختفت فجأة. بعد كده هو تلاقينا اللي شركة دبسي ديت رجعت تاني عن طريق شركة موفيت. شركة موفيت كان صاحبها للأسف الشديد معرفش اللي هو نجح الشركة دي خالص خالص. بعد كده هو قال لك انا استغل الاسم واستغل الاسم بتاع شركة دبسي اللي هو عمله طه الحكيم، واعمل لها ورق واخش واستفاد بالاعلانات ديت اللي هو نشرها طه الحكيم اللي هو صاحبها الاساسي، وبالفعل خد الاسم وقننه. بعد كده هو ظهرت شركات كتير جدا 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 لا حصر لها ولا تحصى بالنسبة للشركات اللي نزلت قدام اوبر، وبكل اسف كل الشركات ديت ما قدرتش اللي هي تنافس، بما فيهم شركة دبسي وموفيت اللي هو خد الاسم بتاع شركة دبسي. لان بكل اسف عمر ما حد هيطلع او عمر ما حد هينجح على، يعني مفيش نجاح على ان انا استغل نجاح حد عشان خاطر انجح عليه، فربنا سبحانه وتعالى طبعا ما يرضاش بالظلم ابدا. فعشان كده هو الشركات دي ما نجحتش. طيب هل في شركات منافسة ممكن تنزل الايام اللي جاية ديت، وهل فعلا ممكن اللي هي فعلا تقدر تنافس شركة اوبر؟ طبعا كلنا عارفين ان شركة اوبر اشترت كريم، وطبعا كلنا عارفين كده. يعني اذا اوبر دلوقتي محتكرة السوق المصري احتكار كامل. وطبعا بالنسبة للمنافسين، اما بالنسبة للشركات المنافسة هي منافسة تعتبر منافسة ورقية، منافسة ملهاش اي لازمة، منافسة بكل اسف لا تمت للحقيقة باي صلة، لان كل المنافسات اللي شغالة دلوقتي هي عبارة عن منافسات ورقية. فهل الايام القادمة سنشهد فعلا سقوط الاحتكار بتاع شركة اوبر، وهيكون في شركة جديدة او شركات جديدة هتنزل باستثمار حقيقي تقدر اللي هي فعلا تنهي احتكار اوبر في السوق المصري؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسأله. خليكم معانا وان شاء الله متابعين.